ده مش روبرتو كارلوس، ده مكوينة لاعب البافانا وصن داونز، واللاعب المرشح للانتقال للاهلي المصري. هنتكلم عن اهم مزايا اللاعب وعن مشواره الكروي واهم سلبياته، وكمان هنتكلم عن تفاوض الاهلي معاه. ولكن في البداية حط لايك وفولو ويلا بينا نكمل. مكوينة بيشوف الكرة قدامه رجله بتاكله، لازم يحط تسديدة وقليل جدا لما تجل منه وما تروحش في المرمى. من اي وضعية بقى ومن اي مكان بيمهد لنفسه وبيسدد بشكل قوي في انتقام من الكورة. مين ينسى هدفه العالمي في مرمى الشناوي؟ مكوينة قدام منتخب المغرب كان بيلاعب المغرب لوحده حرفيا. بونو ما كانش ملاحق عليه من التسديدات، سدد حوالي 4 تسديدات على مرمى ياسين بونو، وده معدل كبير جدا في ماتش كبير زي ده، وكلهم من على بعد اكثر من 25 متر. وفي النهاية سجل هدف الفوز من فاول عالمي بشكل كبير جدا في مرمى افضل حارس في افريقيا. هل تعلم يا عزيزي المشاهد ان مكوينة لاعب خط وسط رقم 8، نفس ادوار السولية واليو ديانج مؤخرا، ولكن بروفايل مختلف تماما عن كل اللعيبة الموجودة في الدوري المصري في مركزه حاليا، واولهم امام عاشور، لانه بيميل اكثر لادوار اللاعب رقم 10 وصانع اللعب، ودي اكثر وافضل 3 مراكز بيأديهم في الملعب. هتلاقي رقم 10 اكتر مركز بيجيله، ورقم 8 ومركز تحت الفرود نفس المستوى تماما. اللاعب من مواليد 97، عنده 27 سنة وبيلعب بقدمه اليمنى، وقيمته التسويقية 2.2 مليون يورو، وانتقل لصن داونز في يناير 2021، يعني من 3 سنين بالظبط. حصل معاهم على بطولة السوبر ليج الافريقي. في عيوب اللاعب بصراحة مش لاقي عيوب كتير، خصوصا في الفترة الأخيرة، وإنه شايل منتخب بلاده حاليا. يعني دفاعيا بيدافع، وهو رقم 1 في تسديد الفاولات، وكل هجمة لازم تكون من عنده، وأكتر لاعب بيسدد وبيهدد مرمى الخصم، لاعب شبه متكامل حرفيا. ولكن بقى حوار إن الأهلي بيتفاوض معاه ده معناه رحيل ديانج، لاعب نفس المركز وكمان لاعب أجنبي، ولكن الأمر صعب إن صن داونز تفرط في لاعب للمنافس المباشر بتاعها قاريا، وده شفناه في اكثر من تفاوض مع اكثر من لاعب، اشهرهم طبعا خان بليات وسيرينو. وكمان نسبة انتقاله للاهلي عبر ترانسفير ماركت كانت 68%، وبعدها انخفضت ل 58%، وده معناها ان في تراجع كبير جدا في الصفقة. ولكن في النهاية مكوينة لو تم هيكون اضافة كبيرة جدا 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 للدوري المصري، وفي كل الحالات الصفقة مش هتتم في يناير، واكيد لو تمت او في اتفاق مبدئي هيبقى الكلام كله على الصيف، وده لو حصل هيبقى نقلة كبيرة جدا للنادي الاهلي ولجودة المحترفين الموجودين في الكرة المصرية. وفي النهاية يا عزيزي ما تنساش لايك وفولو وتشترك في القناة، واشوفك في فيديو جديد. سلام.